احنا في زمن الخبر والنت والالوهات والثورة والمعجزة والمستحيل اللي مات. قال الأوان يا شعب نقول وما نخافش، بنحبها بضمير مش غش ولا إشعاع. بلالين ومالية البلد وبتحكي بيها خبر، هنفرقع البلالين ونصحصح النايمين، نحكي على السامعين إشاعات مطرداهم، وعشان ده زمن الخبر والمستحيل الإيمان. فلتحيا مصر يا عم ولتسقط الإشاعات. أصدقائي المشاهدين، صديقاتي المشاهدات في كل الوطن العربي الكبير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من لعبة الكراسي. كراسي النهاردة تهم كل الأسرة المصرية وكل بيت. يلا بينا بعد الفاصل نشوف أول كرسي. كرسي في الكلوب. أول كراسينا النهاردة كرسي في كلوب الأسرة المصرية. صاحبة الكرسي بقى الأستاذة منى أبو شنب. الأستاذة منى ظهرت أول ما ظهرت من خلال قناتها على اليوتيوب. منى أبو شنب هي صاحبة مبادرة تعدد الزوجات. مش قلت لكم الموضوع يخص كل أسرة وكل بيت. بس يا سيدي، وبدأت القنوات تتبنى الدعوة والترويج للمبادرة عن طريق استضافة الأستاذة منى، واللي أصبحت الإعلامية منى أبو شنب من كتر ما بتطلع في الإعلام يعني. بنشر ثقافة قبول التعدد. احنا عندنا للأسف هنا في مصر ما فيش ثقافة قبول التعدد. طبعا التعدد أنا لما بحثت في قضايا يعني المجتمع والمشاكل بتاعة المجتمع والكلام ده، فلقيت إن التعدد حل مناسب جدا للقضاء على حاجات كتير زي العنوسه واعطاء المطلقات الفرصه في انهم يتجوزوا تاني، وان انا كمان بدي للراجل فرصه ان هو يتزوج تاني، لانه التعدد بيحل مشاكل اجتماعيه واقتصاديه وصحيه. مش بس كده، الموضوع طلع ليه فوائد كتير، منها عوده الست امينه والسيد احمد عبد الجواد. الناس متهماكي انك عايزه تدخل المراه السيد والحرام لك هو السيد والحرام لك حصل لهم ايه؟ اذا كانوا فل معلش حصل لهم ايه؟ كانوا يعني انا عايزه في ايه اللي حصل بقى؟ كانوا انت شايفه الزمن ده؟ ايوه ايه اللي حصل؟ انت فاكر ان هي هتقول لك لا مفيش الكلام ده، فحصل ايه يعني سي السيد؟ يعني معناه ايه؟ ثانيه واحده يا دكتور، سي السيد يعني معناه انت ايه؟ نموذج امينه بتستحضريه اليوم؟ وفيها ايه نموذج امينه؟ انها كانت بتقول له ايوه حاضر نعم طيب، هي دي مشكله بقى؟ دي بقت مشكله؟ طب ولما وقفت له الند بالند حصل ايه؟ اتطلقت، الاسره باظت. صح. لما تخفي وتقدري تمشي على رجليكي تلمي هدومك وعلامك. وبدأت منى تنتشر في الشاشات وبدأت تستخدم أرقام وإحصائيات محدش عارف هي جايباها منين. لما عملت البحث بتاع الطلاق ولقيت إن في نسبة مطلقات بالملايين، ولقيت إن في نسبة عنوسة 13.5 مليون عانس النهارده في مصر، رقم مش قليل. في المقابل 13.5 مليون عانس، مليون امرأة عانس. أيوه 40% من سكان من الستات اللي موجودين في البلد. مين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول كده؟ تعالى حضرتك تاني الحاجة التانية، في المقابل بقى الناس اللي بتتكلم على العزاب والظروف الاقتصادية، 2.5 مليون عازب. لو انا اتجوزت، هفترض جدل ان انا جوزت دول لدول، انت عندك 2.5 مليون راجل عازب و13.5 مليون ست عانس. حضرتك عندك النهارده 13.5 مليون عانس، عندك 3 مليون مطلقة، عند حضرتك في مقابل 13.5 مليون عانس 2.5 مليون عازب. تمام؟ الاحصائيات اللي موجوده في الدراسات اللي نزلت كلها واللي احنا قرينا عنها ماشي، انا بس بتاكد من الارقام علشان بس نبقى فاهمين الارقام اللي انا بقولها لحضرتك دي ارقام حقيقيه واتعملت، وفي يعني دراسات اتعملت خارجيه كمان عن لكن انت جايبه الارقام دي من الدراسات اللي معموله هنا في البلد، من المراكز البحثيه بالظبط. طيب لغايه ما بدات بقى ستات الميديا تنتفض وترد على منى، ومش اي رد، الموضوع وصل للتجريح. معلش اسمحي لي يا استاذه منى ان انا اتكلم بالبلدي. لا براحتك. الحقيقه المبادره بتاعت حضرتك ودعوتك هي حاجه تكسب.
هي كده اكيد نسا من الطراز الاول. هي هدفها الاول والصريح قهر وخراب بيوت. حضرتك انا بس بسال مصطلحات كبيره قوي. انا بقول يعني لحضرتك الا تخجلي يا استاذه منى من مخاطبتك ومغازلتك للغرائز الجنسيه عند الرجل. يعني الا تخجلي. ستات مصر مش حريم ولا سبعي، والدعوات دي بصراحه يعني مستهجنه جدا مننا احنا كمجتمع نسائي. وانا ما ببقاش عارفه بصراحه ارد عليه بشكل اكاديمي ان احنا عندنا مجابهه حقيقيه تقف وراءها المراه المصريه حتى وهي قاعده في البيت عشان تدير شؤون البيت وتعرف تحافظ على راجلها وتعرف تمشي امورها الاقتصاديه وتعرف انها تحافظ على البيت، ان هو تقدر تخرج طفل مظبوط وشاب مظبوط وبنت مظبوطه. كمان هتجيب لها ضره، هتقعد تتصارع على راجل، هنتخانق على الرجاله. هي تفاصيل مش اكتر. وانا بصراحه بخجل ان حضرتك ست وبتدافع عن الرجاله الشرهه للتعدد بالشكل ده. ما بداتيش بنفسك وليه واخدين الموضوع شخصي؟ انت ليه بتاخدي الموضوع شخصي؟ لو انا استرديت عليكي لا معلش، انت لو انت اتكلمتي بالطريقه دي قدوه. والموضوع اتطور اكتر، ده وصل للاشتباك مع البرلمان والمجلس القومي للمرأة. موضوع المجلس القومي للمرأة والكلام ده، دول ناس بيطلعوا قوانين وبيطلعوا حاجات ضد يعني بيتنادي بالنديه ما بين الرجل والمراه، وبالتالي بيحصل لا ما تتكلميش عن مجلس المرأة للمرأة. لا اوعي انا مجلس القومي للمرأة احترم الرئيس واحترم البلد. انتوا عايزين تقلبوا المجتمع، اعمالكم انتوا بالنديه للراجل. مفيش حاجه اسمها نديه. مجلس المرأة بيقوم بشغله على اكمل وجه. اختم الحلقه. انتوا ظاهر فئه غريبه عشان كده. لا مجلس القومي للمرأة شابوه للدكتورة مايا. شابوه استاذه غاده. انت بتتعدي على المجلس وبتتعدي على انت حتى محطوطه فين؟ انت عملتوا ايه؟ المجلس للاسف يا شيرين. انا عايزه اختم. اختمي مين دي؟ عايزه اختم. تخرب المجلس. ايه ده؟ لو سمحتوا دي ظاهر عندها عقده واخده راجل على مراته وعايزه تحللها. استاذه غاده لو سمحتي، انا بعتذر للمشاهدين عن اي تجاوز حدث في هذه الحلقه. كنت اتمنى اسفه ايه انت خليتي بنتي حبيبتي سوق ترجع عن ارادتنا زي ما كنا قاعدين في سوق. الحقيقه منى واجهت هجوم كاسح من كل الفئات والطبقات، لدرجه انها وصلت للانسحاب على الهوا والعوده لليوتيوب. بتودي البنت علشان تمكنيها انها تتجوز 4. سوري. اخوها لا ابوها يسيب مامتها ويروح يتجوز 4. والله مداخلات يا جماعه، وانا الحقيقه مش عايز كلام من طالما انه المساله وصلت. انا عايزه استاذن حضرتك معلش. استاذ وائل، انا هستاذن حضرتك. استاذ احمد من اسكندريه، اتفضلي يا استاذ. استاذ احمد اتفضل. استاذ دكتور احمد من حلوان اتفضل. دكتور احمد اتفضل. دعوة لكل أسرة مصرية وكل بيت مفتوح، عشان خاطر يا جماعة أرجوكم حافظوا على بيوتكم، بلا مبادرات بلا مباحثات بلا وجع دماغ. ده احنا بنتشعبط في رضا ربنا. ونصيحة لكل راجل بعد التعويم واللي حصل في الأسعار اللي مخليك مش عارف تغير عربيتك ولا حتى موبايلك، فمش هتعرف تغير مراتك، حاول تحبها عشان خاطر أنا أحبها. اهلا وسهلا بيكم، نورتونا يا جماعه. ده نورك يا انكل. هي العروسه فين؟ لا عروسه ايه، مش الاول نعرف المستوى اللي هتعيش فيه بنتي ايه الدنيا عامله ازاي، البيئه، انا يهمني الحاجات دي. لا اذا كان على المستوى بقى قول له يلا. لا من ناحيه اطمن قوي. طب ومن الناحيه الثانيه؟ بابا ايده فرطه. اخلص يا ولد، ابو منشي سيد الرجاله. ايوه اعرف، بس مين فيكم اللي هيتجوز بنتي؟ اكيد مش انا يعني. طب وليه مش انت؟ وانا كمان اكيد مش انا مش ناوي اتجوز خالص غير لما اورث. انا اللي قريت الاعلان واتصلت بحضرتك. فين بقى العروسه؟ عروسه هو انت بقالك كتير ما اتجوزتش ولا ايه؟ كتير وعهد الله كتير. ابو منشي قصدي انا دي بعتبرها اول جوازه ليا بعد الغاليه ام منشي، ولاننا اسره وطنيه من الدرجه الاولى قررنا ان اشارك في القضاء على العنوسه وان اشارك مع الاستاذه منى ابو شنب. هي العروسه فين؟ يا استاذ ابو منشي، انا لا اعرف منى ابو شنب ولا نهى ابو شنب.
انا عايز اعرف اولا المستوى اللي هتعيش في بنتي، ثانيا عايز اعرف انت عايز تتجوز ليه، ومعاك مقاس هايل. المقاس الميني ده مش موجود في السوق. يعني عشان حسبان بس تساعدني في البيت وتساعدني في تربيه الدهول ده. لا انا مش دهول، انا مدهول حبتين بس مش دهول. ده انت مدهول جدا. يعني يا ابو منش انت عايز خدامه بقى؟ لا 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 لا، كفى الشر. ليه يعني خدامه ايه؟ امال ماتش راحت فين؟ ايه؟ قصدي ماتش مش خدامه يا راجل. لا لا يا راجل، بتقول ايه؟ حاسبتها على الطبيخ؟ ايه؟ حاسبك على الغسيل، الرضاعه، تربيه الدهون يوم الخميس. لا بصراحه لا، اصل ده شغلها، يعني حاسبها على ايه؟ شغلها ايه؟ انت واخدها خدامه؟ ده مش شغلها. ازاي يبقى شغلها يا ابو منشي؟ اولا انت لا حاسبتها على طبيخ ولا غسيل، وكفايه يعني مش هقول لك ريحه شرباتك كانت عامله ازاي، هي تقول لك ولا ايه يا ست ام منشي؟ ولا حاسبني يعني ولا حاسبكم. حقها ولا مش حقها؟ ها؟ رد عليا. حقها. ولا حاسبني ولا نيله، ده كل لما احوش قرشين للبيت ياخدهم مني. وانا كمان كان بيوديني مشهور بخليني ارمي الزباله واجيب خضار وما كانش بيحاسبني كده. جودو ماشي ده انت رايح في داهيه. انت ما حاسبتهمش خالص. احنا بقالنا كام سنه كده متجوزين يا ابو منشي؟ 17 سنه من عمر الدهول ده. لا باين فعلا 17 في 12 يعني حوالي، وطبعا باع الذهب عليك. وحياتك يا استاذ 90 جرام بندقي شبكتي اتباعت عشان تعليم الدهول ده برضه. مش كنت اديتهم لي انا يا ماما، كنا عملنا احلى شغل والله. كده يا ابو منشي انت مديون لمراتك بحوالي $500,000 جنيه، ده غير الدهول. يا عم هي موافقه وانا موافق، عادي ما فيهاش اي حاجه. شوف لنا بقى العروسه. لا مش موافقه، تكتب لي كمبيالات بيها ودلوقتي. وانا كمان مش موافق، ويكتب لي بالكمبيالات دول ودلوقتي. وانا كمان والله بنتي مش هتوافق نعمل بيها كمبياله ودلوقتي. 3 انصاص ودينا يلا. ماشي حاضر. ماشي. امال ايتام. فجري الدهول. خد نسيم. هاني. نسيم نص مليون. اظن بقى كده تشوف العروسه. طبعا انت كده حقك تشوف العروسه طالما انك سددت اللي عليك. انا بقول لك ايه يا استاذ؟ روحي. هو انت بتشتغل ايه؟ محسوبك محامي، وحامي حمى المرأة، حقوق المرأة المتوحشة. بما اننا انا اللي معرفكم على بعض، يعني عاوز اشوف ام العروسه بقى. لا خد الكمبيالات دي وارفع لي قضيه بيهم وبكره كده ده الكلام راح في منحى اخر. كمبيالتك يا ام منشي؟ ده ولا مع ماما ولا مع بابا؟ انا مع نفسي. طيب كده يا ابو منشي بصراحه يعني نقدر نوريك العروسه، بس احنا ما عندناش بنات بتتكشف عن حاجه. تشوف بس الصوره. لا الصوره ما تمسكش. تشوف بس نسرين اجمل ما في العين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ابو منشي. كرسي الضيف معانا النهارده. على كرسي الضيف شيرين، ضيفة البرنامج في كل المواسم. لما كنا في الموسم الاول كانت ضيفة علينا في فيلم النداهة لما قررت تعتزل ورجعت. في الموسم الثاني كانت ضيفتنا برضه بمشكله عمرو دياب، ويظهر كده انها عرفت اننا دخلنا الموسم الثالث فقررت تبقى ضيفه فقره كرسي الضيف معانا النهارده. ضيفه الفقره النهارده هي البلهارسيا. البلهارسيا فيها حاجه دي؟ وايه العمل يا ابو الحاج؟ عليك وعلى الوحده الصحيه، هيعملوا لك كل التحاليل الطبيه والعلاج ببلاش من غير ما تدفع نقديه. العلاج بالحبوب مش بالحقن زي زمان. مرة واحدة تخف خالص وتعيش في أمان. هي كلمة، طول ما ندي ظهرنا للترعة عمر البلهارسيا في جتتنا ما ترعى. شيرين بقى بعد ما قعدنا نكافح البلهارسيا سنين رجعت عملت أحلى دعاية للبلهارسيا. هيجيلك بلهارسيا، هيجيلك بلهارسيا. طبعا مش جايين نحكي في المحكي، احنا جايين نحكي لكم اللي اتحكى
وقررنا نحاول نرصد الإعلام اتعامل مع الموضوع إزاي. يعني مثلا في ناس عرضت الخبر بشكل إخباري تقليدي. قررت نقابة المهن الموسيقية وقف الفنانة شيرين عبد الوهاب وإحالتها للتحقيق، وذلك بسبب الفيديو الذي تم تسريبه حول سخريتها من نهر النيل. ناس تاني خدت الموضوع بجد قوي وتبنوا وجهة نظر الحكومة والوزارة والتزموا ببياناتها الرسمية. على العموم ان وزاره الصحه ردت وقالت ان نسبه البلهارسيا في مصر، يعني طبعا احنا مصر خاضت معركه كبيره جدا ضد البلهارسيا، فالنسبه في اقل مستوياتها، وبالمناسبه ما بتجيش من النيل، يعني بتيجي من ترع ومن مصارف اخرى نتيجه الركود، وكلنا عارفين الكلام ده. فئه تانيه من المذيعين نصبوا الاستوديو التحليلي وجابوا خبراء في علم النفس تحلل. انا معايا خبير لغه الجسد الدكتور محمد حسن. دكتور محمد اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك استاذ محمد. انا عايزك تفسر لي طريقه وقفه شيرين وهي بترد على احدى الموجودات، بتقول لها سمعينا ما شربتش من نيلها، قالت لها هيجي لك بلهارسيا. هي واقفه على خشبه مسرح في بيروت قدام جمهور عربي يعني متنوع الجنسيات العربيه. يعني حاولت بإيماء برأسها كده بعد السؤال ما اتسال، قامت باصه للفرقه وقامت باصه للفستان وقامت ماسكه ديل الفستان. هل ده تمزق داخلي؟ هل ده حاله من حالات الغيبوبه؟ هل هي مش واعيه؟ هل التصرفات دي تنم عن شيء انسان مغيب؟ ممكن اقول كده، ولكن يا استاذ محمد انا ممكن اقول ده لو شفت ان لغه جسدها مضطربه، لكن لغه جسدها مش مضطربه عشان اقدر اقول مثلا يعني هي مش واعيه، لكن لغه جسدها مش مضطربه، فبالتالي انا هصدق ان ده طالع من جواكي. ناس تانية خدتها فرصه في استعراض نرجسيتها على الغلابه. تخيلوا الزمن يجي عليا انا سيد علي، يعني انا اقول بيان ان شيرين بتطلع بيان تعتذر، انا سيد علي بعد ما اتعلمت وعملت وبقيت انا اطلع على الهواء اقول بيان لشيرين، اقول بيان للست شيرين. ولكن ده ليس تقليلا من قيمة الفن، ولكن الفن الهادف بس يا بنت. فئة 5 و6 و7 اتعاملوا مع الموضوع على طريقة دي لو غلطت في أمي عادي سماع، لكن دي مصر أم الدنيا ومش ممكن أبدا، مش ممكن. كلنا زعلانين يعني متضايقين ان احنا عندنا نموذج ممتاز زي شيرين، صوت زي شيرين هو صوت مصر بره، بيبقى دايما سفير لينا بره، بنبقى فخورين ان احنا عندنا نجمه بهذا المستوى، حتى لو كانت كبرت، حتى لو كان شكلها كان متغير. ناس كتيره بيطلعوا لها صورتها قبل وبعد. يا جماعه ليه؟ الناس بتتطور، مش هي دي المشكله. احنا سعداء انها تطورت بهذا الشكل، سعداء ان شكلها بقى كده، وانها بقت بتلبس حلو، وانها بقت بتغني بالشكل ده، سعداء انها في القمه. لكن لما تبقي على القمه بتحافظي على القمه دي. القمه مش معناها ان احنا نقل ادبنا او ان احنا نتطاول على الناس او ان احنا نتطاول على الجمهور، فما بالك بقى ان احنا نتطاول على البلد. بجد عيب، بجد احنا كلنا زعلنا. في بقى ناس خدتها لبانة في كل مناسبة حتى في العزاء، وهاتك يا تلقيح. ويمكن الجنازة واللي شفناه ده حب الناس بقى، ويا ريت بعض فنانينا اللي الدنيا واخداهم يشوفوا شادية الناس بتحبها ليه، والناس كلها وراها ليه، والناس كلها زعلانة عشانها ليه، والناس كلها بتمجد فيها ليه. هنا القدوة. يا ريت نتعظ، يا ريت بتاع البلهارسيا تتعظ من نجمه كبيره زي دي. ده غير اللي اصطاد في الميه العكره، جمهور عمرو دياب لها احسن فرصه يزايد على شيرين. البلهارسيا العجيبه اللي تجنن، الأنثى نايمة عينيها وشكلها كان. الموضوع ما وقفش على أغنية ونشيرها، دي اتعملت فيديوهات مخصوص من آخر الدنيا. أنا عندي 10 دقايق قبل محاضرتي، بس لقيت حاجة في المطعم فقلت نعلي بيها على شيرين. أوكي. هي شيرين كانت بتقول مين اللي خلى عمرو دياب الهضبة؟ فأنا هوريكم حاجة. ده المطعم، بصوا معايا. هنقول لها بس ايه اللي خلى عمرو دياب الهضبه. اوكي، ده جهاز احنا بنشغل عليه المزيكا. اوكي، بتحط دولار عشان تقدر تشغل الميوزك اللي انت عايزها. مش خساره فيك يا عموره يا حبيبي الدولار. بصوا بقى
اللي خلاه بقى عمرو دياب. بنعمل كده وبنسيرش على اسم المطرب اللي احنا عايزينه. تعالوا نسيرش على شيرين كده الاول. شيرين، ايه ده؟ مفيش شيرين خالص. ايه ده؟ شيرين مش موجوده، مع انها كانت بتقول على نفسها ان هي مش عارفه ايه. شيرين مش موجوده. طب تعالوا كده نسيرش على الكينج على عمرو دياب. بصوا معايا، نعمل كده عمرو. فين عمرو؟ هنا. ده عمرو دياب يا معلم. عمرو دياب ده هو اللي مصبرني على الغربه. عموما بنرحب بشيرين في الموسم الثالث وبنقول لها امسك لسانك يا شيرين وما تعمليش كده تاني او تالت او رابع. يوه ما تعمليش كده ما تعمليش كده. كرسي المذيع. على كرسي المذيع النهارده لدينا مجموعه من التجاوزات الاعلاميه، انجاز التعبير، الله عليا وانا اعلامي. على ذكر شيرين، مذيعه مصريه اسمها اسماء انفعلت وهي بتقول رايها لدرجه وصلت للسب والقذف. انا بقيت اتكلم عن شيء مستفز جدا بكل اسف، اسمها او بيطلق عليها الفنانه شيرين عبد الوهاب، لكن الاخطاء والهفوات الكتيره جدا باعتبارها واجهه لمصر بكل اسف خليتها طول الوقت تبقى واجهه غير مشرفه لبلدها. شيرين وصلت بيها حقيقي الوقاحه والتدني انها تسخر من بلدها ونيلها في حفله كانت مقامه في لبنان. الشيء اللي اسمها شيرين كانت بتشرب هقول ايه، قبل 15 سنه مش عارفه كانت تشرب ايه، ومش بعيد تاخد فلوس او تكون واخده فلوس من الشركه الفرنسيه اللي هي بتاعت المواد المعدنيه اللي عملت لها اعلان مجاني وتجاوزت في حق بلدها. اشكروا معانا شيرين لانها بتقضي على نفسها بايديها. برافو. المذيع الثاني اللي معانا هو الاستاذ تامر امين، واللي قرا خبر القبض على المطربه اللي عندها ظروف وقال مش هعلق، لكن الفضول خلاه رجع يناقشها في ظروفها. قال لها ايه ظروفك؟ في ناس كتير بقى لهم كام يوم بيقولوا لي يا تامر انت ازاي ما اتكلمتش عن الموضوع، والموضوع ده بقى بتاعك، انتوا عارفين الملف ده انا فاتحه من 4-5 سنين مع حضراتكم. بلوه شايمه دي اكبر، لانه برديس وشاكيلا لما عملوا الكامبين الفضيحين بتوع ادق الكمون، والثانيه لما عملت مش عارف يقعد يتقيل بالشكل الجنسي برضه اللي فيها ايحاءات وبتاع، دول دقايق كانوا لسه بيخبطوا بيشوفوا الدنيا فيها ايه فاتسكوا. دي بقى شافت اللي عملوه قبليها وشافت اللي حصل فيهم، ومع ذلك عملته مع سبق الاصرار والترصد. وبعدين عذر اقبح من ذنب لما لقيت الهوجه وبتاع، قلت لهم يا جماعه على فكره دي مش قصدي، دي مسؤوليه المخرج، انا المخرج كان بيقول لي اعمل كده وكان مش عارفه كان بيطلع ازاي لا يا شيخه، لا يا شيخه، بقى مش عارف الموز والجيلاتي والفراوله ومش عارفه دول معناهم ايه، نغه انت لسه في الحضانه. وبعدين ايه عندي ظروف؟ دي ظروف ايه؟ انا عايز افهم. ما كلنا عندنا ظروف، بس اشمعنى الظروف بتاعتك منيله كده؟ نيجي بقى للزميله ايمان الحصري اللي استضافت طفل متسول بيكسب 600 جنيه في اليوم. هي الاطفال دي مش في قوانين برضو بتنظم ظهورها؟ هتقول لي مش طفل، هقول لك المذيعه نفسها شكت في سنه، والقناه ذات نفسها مسميه الفيديو بتاع اللقاء على اليوتيوب انه احد اطفال الشوارع، ليكن مش لهم حقوق برضو؟ حسن قولي عندك كام سنه؟ انا عندي 19. شكلك صغير على 19. لا 19. طيب قولي بقى انت بتبقى موجود في الشارع او خرجت للشارع من امتى وبتعمل ايه بالظبط في الشارع؟ انا من صغري في الشارع ومن اصلا بقى ايه الوقت بروح، بس حاليا الوقت انا سايب البيت، يعني بقعد اسبوع في البيت اسبوع في الشارع. تقريبا بيطلع لك كام كده في اليوم تقريبا؟ انا تقريبا من اول 200 في الورد، من اول 200 لغايه 600. ما شاء الله، ممكن يطلع لك في اليوم 600 جنيه. انت غني يا حسن. انت غني قوي يا حسن. الاعلام الرياضي خالد الغندور الشهير ببندق، هو ما يطولش عني كتير الحقيقه، ما عجبوش كلام المجلس الاعلى للاعلام وانهم لفتوا نظر انه بيغذي التعصب الرياضي، فهاجم اللجنه. عيب يا كابتن، ده مش حكم هتعترض عليه تاخد انذار، دي لجنه من كبار الاعلاميين والشيوخ المهنه. انا ما قمتش عليا، قمت ضربتك ها، وتاني يوم طلعت على الشاشه ها، انا ما عملتش كده، انا ما شتمتش على الهوا ماشي، انا ما عملتش حاجات كتيره قوي قوي، لكن للاسف في بعض الناس، هقول لك ايه للاسف، ملهاش ظهر.
او بيعتبروا انه ملهاش ظهر، لكن لازم يعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى موجود. وعلى فكره انا بحترم جدا جدا اللجنه الوطنيه دي اللي مسؤول عنها ناس محترمين زي الصحفي الكبير مكرم محمد احمد، زي الاستاذ احمد سليم، ناس محترمه، ناس محايده، احترمها كثيرا. لكن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بالظبط كده احترمهم وبحترم اي قرار ليهم، لكن صراحه يعني ما يحدث كيل ب 3000 مكيال على حسب انا بحبك ولا ما بحبكش، اعديها لك ولا ما اعديها لكش. واخيرا البرنس الكبير اللي محدش يقدر يجي جنبه، الاستاذ عمرو اديب. الاستاذ عمرو حاول يعمل مداخله مع الاستاذ مكرم محمد احمد، لسبب او لاخر الاستاذ مكرم رفض المداخله. دخل الاستاذ عمرو في نوبه اللي بيفتح نفسه في خناقه على طريقه فتشني فتشني لو النبي تفتشني. على التليفون قال انا مش داخل اصل عمرو هاجمني. ازاي الراجل اللي مسؤول عن الاعلام يتضايق ان في حد بيهاجمه؟ وهاجمك على طول، ايه رايك؟ انا لا بخاف ولا بقلق وبوقف البرنامج. خلينا نقعد في البيت ونستريح. في ايه يا استاذ مكرم؟ انا مش عايزك ترد عليا ولا تعمل معايا مداخله. خلصت كراسينا الحلقه النهارده، يا رب تكون خفيفه عليكم. استنونا وحلقه جديده الاسبوع الجاي من لعبه الكراسي، ومن بعدها استلمتها المواقع والصحف والقنوات. منى ابو شحة. مش بس كده، الموضوع طلع ليه فوائد كتير، منها عوده امينه. الناس دي جميله، بحبكم والله. الحقيقه منى واجهت جودو استاذ رضا منور في المكاشح. احنا دايما مش بنحب نشوف كواليس رضا الداخليه. ربنا يوفقنا ان شاء الله يا حرب. مسا مسا الناس كويسه يا رب تعمل حاجه حلوه. انزل تاني، انت اللي غلطان مش انا. انزل تاني. هو الوحيد اللي مشردنا ما شاء الله، هو وصاحب القاعه اللي قاعد في الاخر الاستاذ ايمن ايسر عمرو. الاعلامي الرياضي خالد الغندور الشهير ببندق، هو ما يطولش عني كتير يعني الحقيقه، لكن يا عبد ربه ما تنزل بتقوتك يوم. كريم يا رب الحلقه تعجبكم. والموضوع اتطور اكتر ووصل للاشتباك مع البرلمان. ايه؟ علشان تعليم الدهول ده. لكن الفضول اللي خلاه يناقشها في ظروفها. بتقوتك يوم. طب ما هو عامل له ايه؟ هو ركز في دي وساب دي.